السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب على الأمة الإسلامية. فيديو جديد النهاردة، وصفة جديدة من وصفات العيد. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم صينية السمين أو حلويات المذبح، هعملها بطريقة حلوة قوي. تابعوا معايا الفيديو بإذن الله، وصفة النهاردة تعجبكم تجربوها. يلا نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. معايا لوصفة النهاردة نص قلب بقري، هاخده اقطعه شرايح واغسله كويس واسيبه يتصفى على جنب. معايا كمان طحال بقري، هاخده اسلقه في المية لمدة 40 دقيقة وبعد كده هبرده واقطعه شرايح. معايا كمان نص كيلو من الكلاوي مقطعه شرايح صغيرة. معايا كمان ربع كيلو من الكبدة برضو مقطعه شرايح صغيرة. معايا ربع كيلو من الصدق زي ما هو. هاجي بقى في حلة مية بتغلي على النار، هنزل بمعلقة كبيرة من الملح وهنزل بالطحال وهسلقه لمدة 40 دقيقة. بعد كده هبرده واقطعه لشرايح رفيعة. هاجي بقى في حلة مية تانية بتغلي على النار، هنزل بالكلاوي هضيع منها الريحة اللي بتبقى غير محببة اللي في الكلاوي. زي ما احنا شايفين كده بديها تقليبة، واول ما بتبدأ في الغليان تبدأ ان هي تطلع الرغوة والريم. الرغوة والريم دي فيها الريحة المش كويسة. بعد كده اول ما بتغلي بطفي النار وباخد الكلاوي اشطفها شطفة كويسة اضيع منها الريم، وبعد كده بسيبها تتصفى على جنب. بعد ما سلقنا الطحال ونضفنا الكلاوي هنيجي بقى نبدأ صينية السمين بتاعتنا. في صينية كده سخنة على النار هننزل بربع كوباية من الزيت، هننزل بقطعة من اللية او الدهن، هننزل كمان بمعلقة كبيرة من السمن البلدي. نديهم بقى تقليبة كده. بعد كده بننزل بالقلب المقطع شرايح، نفرده في قلب الصينية على نار عالية في الأول. بعد كده أول ما يبدأ ينزل المية بتاعته زي ما هنشوف دلوقتي كده، هنغطي بقى الصينية وهنسيبه يستوي كده مدة 5 دقايق في المية بتاعته. بعد كده بنشيل الغطا وندي بقى رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، نديله تقليبة. بعد كده بننزل بالصدق، نديهم تقليبة كده مع بعض. بعد كده بننزل بالكلاوي، نديهم بقى تحميرة وتشويحة كده مع بعض، ياخدوا يدوا مع بعض زي ما احنا شايفين كده. هندي بقى رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ونقلب. كل ما ننزل بحاجة نديها كده رشة من الملح. نقلب بقى كله مع بعض عشان يتحمروا كلهم مع بعض. ننزل بقى بالطحال المسلوق ونديله برضو رشة من الملح، نديله الملح بتاعه. نقلب بقى كله مع بعضه. بعد كده بقى هننزل ببصلة كبيرة مقطعة شرايح او بصلة متوسطة زي ما تحبوا. ننزل عليها برشة من الكزبرة ورشة من الكمون ورشة من البابريكا، نديها بقى تقليبة معاهم كده. بعد كده بننزل بمعلقة صغيرة او معلقة متوسطة من الثوم المفروم، معلقة برضو صغيرة من هريسة الشطة اختياري طبعا. وبعد كده بننزل بواحدة فلفل اخضر حر او بارد، وبعد كده طماطمية مقطعة شرايح. ندي بقى تقليبة كله مع بعضه كده ونسيبهم ياخدوا ويدوا مع بعض. سيبها حوالي 5 دقايق على نار هادية جدا، نغطي عليها على نار هادية قوي. بعد كده بقى نيجي في صينية تانية على النار سخنة، ننزل بربع كوباية من الزيت وننزل كمان بفلفل الوان وفلفل حار متقطع صغير زي ما احنا شايفين كده. بقى هنديله تشويحة حلوة كده لحد ما يدبل معانا. بعد كده على نار عالية ننزل بالكبدة، النار تكون عالية قوي عشان ما تنزلش المية بتاعتها. هنفردها بس فردة كده، واول ما تبدأ تغير لونها من تحت هنبدأ ان احنا نقلبها زي ما احنا شايفين كده. نديها تقليبة، هي لما بتغير لونها كلها يبقى هي كده دخلت في مرحلة السوا. ننزل بقى بنص معلقة من الثوم المفروم ورشة من الفلفل والكمون والكزبرة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقى بنديها تقليبة مع الفلفل وهي كده بتكون جاهزة. ننزل عليها بقى بصينية السمين اللي احنا لسه عاملينها زي ما احنا شايفين كده. روعة بقى، عايزة اقول لكم ريحة بسم الله ما شاء الله، احلى صينية سمين هتاكلوها في حياتكم. وكده الصينية جاهزة معايا للتقديم. وكده خلصت وصفتنا النهاردة. بتمنى يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها.
ما تنسوش بقى تشجعوني وتدعموني بلايك وتشرفوني باشتراككم في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. بشكركم جدا. السلام عليكم.